يا ترى ايه هي مميزات الزمالة المصرية للتمريض؟ اول حاجة ان بتديك الفرصة اللي انت تختار مجال انت بتحبه. يعني على سبيل المثال انت بتحب تخصص القلب، فبيديك فرصة ان انت تشتغل كمستشفى خاصة او مستشفى حكومية، وطبعا الاولوية بتكون ليك. يعني انا لو هاجي في افضلية او اختار مثلا في قسم القلب لحد معاه زمالة وحد ما عندوش، طبعا هاخد اللي معاه زمالة بالتأكيد. فبتديك فرصة ان انت تختار التخصص اللي انت حابه، وبتجبر اي مكان سواء حكومة او خاصة ان هم يختاروك. خلاص، ده انت معاك زمالة فيه، ده انت معاك تخصص ومهارات التخصص ده، فطبعا الأفضلية ليه. يبقى في حافز مادي بس حافز بسيط. غير كده ان لو في مثلا ان انت في قسم هيتعين او هتترقى، مثلا هتبقى مشرف القسم، لو في ما بين اتنين حد معاه زمالة وحد بكالوريوس، طبعا هيختاروا اللي معاه زمالة. فهتفيدك كحافز مادي بس حافز بسيط، هتفيدك في الترقية بتاعتك لو هيختاروا أفضلية ما بينك وبين حد بكالوريوس فالأفضلية ليك. هتفيدك لو انت حابب تخصص معين، فطبعا بدون أي تفكير هيختاروك انت، لان انت معاك الزمالة في التخصص ده سواء كان في حكومة او في خاص.